المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى 3. زمن المستقبل قاقوشت واختر يمثل الزمن الذي سيأتي في المستقبل وله صيغتان. 1. الأولى تتحدد باللاحقة شت، سيطير ببشت، سيذهب قوشت، سيكتب تخشت، سيأكل شخشت. 2. الثانية تتحدد باللاحقة ن، سيطير ببن، سيذهب قن، سيكتب تخن، سيأكل شخن. تصريف الأفعال حسب الضمائر الشخصية المتصلة والأعداد. يمكن أن تصاغ الأفعال المتكلم والمخاطب عن طريق اتصال الضمائر الشخصية بها كسابقات. أما بالنسبة للغائب مفرد وجمع فهو كالتالي: في حالة المتعدي ومفرد يتم التصريف عن طريق اتصاله بالسابقات ي للحاضر، للماضي والمستقبل. وفي حالة الجمع يتم اتصاله بالسابقة لجميع الأزمنة. في حالة لازم مفرد ومضارع تتم الصياغة بالسابقة ما أما في حالة لازم جمع ومضارع تتم عن طريق السابقة ما واللاحقة خ لجميع الأزمنة. يمكن إيضاح ما تم ذكره بتفصيل أكثر في الجداول أدناه. في حالة اللازم الضمائر الشخصية مضارع، ماضي، مستقبل: سشخ، سشخاغ، سشخشت. تشخ، تشخاغ، تشخشت. وشخ، وشخاغ، وشخشت. شوشخ، شوشخاغ، شوشخشت. ماشخ، شخاغ، شخشت. يأب آخر ماشخخ، شخاغخ، شخشتخ. آخما يأب. في حالة المتعدي الضمائر الشخصية مضارع، ماضي، مستقبل: سشخ، سشخغ، سشخشت. تشخ، تشخغ، تشخشت. وشخ، بشخغ، بشخشت. شوشخ، شخغ، شخشت. يأب يشخ، اشخغ، اشخشت. آخر يأب آخما آشخ، آشخغ، آشخشت. جدول يبين أشكال وتصرف الضمائر كسابقات ولاحقات. وفي حالة الغائب مفرد، جمع للفعل اللازم والمتعدي: الفعل، الحاضر، الماضي، المستقبل. لازم مفرد ما قبح ما. يأب يأب. لازم جمع ما قبح ما قبح خ. قبح خ، قبح خ. متعدي مفرد ي قبح قبح قبح. متعدي جمع قبح قبح قبح. جدول يبين تصريف الأفعال حسب الضمائر المتصلة مع الفعل يلعب في حالة الفعل اللازم. واختر الأزمنة، شحخر الأشخاص، تسبابشخر الضمائر الشخصية المنفصلة: المفرد،
الجمع. زبشاغ ضمير متصل في حالة المفرد. ببشاغ ضمير متصل في حالة الجمع. مواختر الزمن الحاضر. هابراش المتكلم. س ت سجقو تجقو. ياتون راشح المخاطب. و ص وجقو صجقو. ياشن راشح الغائب. هار آخر. مجقو مجقوخ. بلج غواختر الزمن الماضي. هابراش المتكلم. س ت سجقوغ تجقوغ. ياتون راشح المخاطب. و ص وجقوغ صجقوغ. ياشن راشح الغائب. هار آخر. جقوغه جقوغخ. ققوشت واختر الزمن المستقبل. هابراش المتكلم. س ت سجقوشت تجقوشت. ياتون راشح المخاطب. و ص وجقوشت صجقوشت. ياشن راشح الغائب. هار آخر. جقوشت جقوشتخ. جدول يبين تصريف الأفعال حسب الضمائر المتصلة مع الفعل يكتب في حالة الفعل المتعدي. واختخر الأزمنة. شحخر الأشخاص. تسبابشخر الضمائر الشخصية المنفصلة. المفرد الجمع. زبشاغ ضمير متصل في حالة المفرد. ببشاغ ضمير متصل في حالة الجمع. مواختر الزمن الحاضر. هابراش المتكلم. س ت ستخ تتخ. ياتون راش المخاطب. و ص وتخ صتخ. ياشن راش الغائب. هاش هاخما. يتخ هاتخ. بلجغ واختر الزمن الماضي. هابراش المتكلم. س ت ستخغا تتخغا. ياتون راش المخاطب. و ص تخغا شتخغا. ياشن راش الغائب. هاش هاخما. هتخغ هاتخغ. ققوشت واختر الزمن المستقبل. هابراش المتكلم. س ت ستخشت تتخشت. ياتون راش المخاطب. و ص بتخشت شتخشت. ياشن راش الغائب. هاش هاخما. هتخشت هاتخشت. ملاحظة: هناك بعض الأفعال الخاصة في اللغة الشركسية لها أشكال ثابتة لا تتغير وتكون بحالة الغائب المفرد. أمثلة على ذلك: يمطر قيش. يثلج قيس. يظلم قوس أنش. الزمن الحاضر بالنسبة للغائب اللازم، ويستدل على الضمير المفرد بآر والجمع بآخر. في حالة الفعل اللازم المفرد تتصل بالفعل السابقة ما كدليل للضمير. في حالة الفعل اللازم الجمع تتصل بالفعل السابقة ما كدليل للضمير، وتتصل اللاحقة خ بالفعل كدليل لأداة الجمع. الزمن الماضي والمستقبل بالنسبة للغائب
اللازم. في حالة الفعل اللازم المفرد لا تتصل بالفعل سابقا. في حالة الفعل اللازم الجمع لا تتصل بالفعل سابقا، وإنما تتصل به لاحقة أداة الجمع خ. الزمن الحاضر بالنسبة للغائب المتعدي، ويستدل على الضمير بآش، والجمع بأخما. في حالة الفعل المتعدي المفرد تتصل بالفعل السابق ي كدليل للضمير. في حالة الفعل المتعدي الجمع تتصل بالفعل السابق كدليل للضمير، ولا توجد له لاحقة أداة جمع. الزمن الماضي والمستقبل بالنسبة للغائب المتعدي. في حالة الفعل المتعدي المفرد تتصل بالفعل السابق كدليل للضمير. في حالة الفعل المتعدي الجمع تتصل بالفعل السابق كدليل للضمير. لاحظ حالة تغير السابق ضمير المتكلم و إلى الحرف ب